ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اسالك سؤال يمكن عمرنا ما وقفنا قدام نفسنا وقلناه. هو انا شايفه نفسي ازاي دلوقتي؟ مش قدام الناس ولا قدام اهلي، انا بتكلم عن صورتك انتي جوه نفسك، الصوره اللي ساعات بنتجنب نبص عليها عشان بنكون خايفين ان احنا نواجه الحقيقه. السنه دي عدت عليك ازاي؟ كم مره في السنه دي بكينا بالليل؟ كم مره حسينا ان احنا لوحدنا؟ كم مرة قلتي جملتك اللي انتم متعودين عليا فيها انا خلاص اتكسرت؟ كم مرة برضو وقفتي على رجلك من غير ما حد ياخد باله اصلا؟ المرات اللي قلتي فيها انا كويسة وفي الحقيقة انتي اصلا ما كنتيش كويسة. كم مرة ضحكنا وكم مرة ان احنا بنضحك مجاملة بتكوني تعبانة بس لسه واقفة على رجلك. انا مش جاية اعملك فيديو تحفيزي والسلام، انا جاية اقولك تعالي نغير حياتنا في شهر واحد. التغيير الحقيقي مش صوت عالي ومش حماس وخلاص ومش ورقة وقلم ولا جداول، لكن لأ، هو تغيير حقيقي من جوانا ومن أعمق نقطة في قلبنا. علشان كده احنا مش هنعمل فيديو خلاص، لأ، احنا هنعمل رحلة كاملة، رحلة هتكتشفي فيها نفسك وتدي لنفسك فرصة انك تكوني انتي اللي ضاعت وسط الالتزامات والناس والطلبات والمسؤوليات. انتي تستاهلي سنة جديدة، بس قبلها لازم تستاهلي نفسك. الفيديو ده معمول للست اللي تعبت والست اللي اتعصبت والست اللي اتكسرت واللي جربت كتير وموصلتش للي هي عايزاه، الست اللي جواها صوت خفيف وضعيف بيقول لها ان هي عايزة تتغير بس مش عارفة تبدأ منين. لو الصوت ده جواكي يبقى الفيديو ده ليكي، وانتي مش هتقفلي الفيديو الا وانتي عارفة الطريق واحدة واحدة وبخطوات صغيرة وثابتة. لو مهتمة كملي الفيديو لغاية الاخر ويلا نبدأ. اول جزء ان احنا نواجه نفسنا. ازاي ان انا ممكن اواجه نفسي؟ يعني انك تشوفي نفسك بوضوح لأول مرة من سنين كتيرة. هطلب منك تعملي حاجة صعبة شوية بس هي مهمة. عايزة منك ورقة وقلم وتكتبي 3 حاجات. اول حاجة، انت تعبتي من ايه السنة دي؟ اكتبي كل حاجة صغيرة، كلمة وجعتك، موقف كسرك، ناس خذلوكي، مشاعر كتمتيها، خنقة كده جاتلك فجأة، لحظة ضعف محدش كان جنبك فيها. تاني حاجة، اكتبي حاجات انت اتحسنتي فيها. يعني اعملي الحاجات اللي انت عملتيها حلو، مش شرط تكون انجازات كبيرة قوي، لكن مثلا تكوني ان انت وقفتي نفسك لمرة، قدرتي تقفي على رجليكي مرة ما كنتيش حاجة بتعمليها قبل كده وابتديتي تعمليها، او قللتي التعامل مع فلانة اللي كانت بتمص طاقتك، برضو ده يعتبر انجاز. تالت حاجة تكتبيها، انا عايزة ابقى مين السنة الجاية، مش من بره طبعا، لا من جوه. يعني مثلا عايزه ابقى هاديه شويه مع اولادي، مع نفسي، حتى اكون اقوى، ما اتعصبش بسرعه، اكون مثلا في حاجات بخاف منها اقلل خوفي منها شويه، اعرف احب نفسي شويه، احترم نفسي، احترم حدودي، احترم وعيي. والكتابه هنا مش رفاهيه، الكتابه هنا علاج، لان اللي مش بنكتبه بيتراكم علينا وبتحول بقى لجروح صغيره، وواحده واحده هتتمكن منك، بتظهر بقى في صوتك وفي عصبيتك ونومك وشهيتك ونفسك وكل حاجة بتأثر عليكي. وفي آخر السنة احنا بنشيل حمل التقصير وننسى ان اللي بيشيل طول السنة ما ينفعش حتى ان يشيل آخرها كمان. اقعدي مع نفسك وخليكي صريحة، انتي شلتي قد ايه لوحدك؟ شلتي بيتك وعيالك والخنقة والضغط ومشاكل البيت ومسؤوليات ملهاش آخر. يمكن محدش حس بده، بس احنا حاسين وعارفين، وانتي اكيد حاسة بنفسك. علشان كده اول قرار للتغيير، انا مش هشيل لوحدي تاني، ومش معنى كده انك هتعتمدي على حد، لا، لكن مش هتحملي قلبك فوق طاقته مرة كمان. تاني جزء ان احنا هننظف من جوانا. يعني اول حاجة ننظف الألم القديم. كل ست عندها ألم قديم، ممكن من سنة وممكن كمان من 10 سنين، بس لسه قاعد ولسه بينغص كده في قلبنا ولسه بيأثر على اختياراتنا. خدي وقت وتخيلك انك بتقعدي مع نفسك على كرسي وقولي لها انا سمعتك وفاكرة كل اللي حصل، وانا مش هكمل السنة الجديدة وانا موجوعة تاني لوحدي. اعملي جلسة مصالحة كده مع نفسك وقبلي اللي حصل، مش بمعنى ان انتي موافقة عليه، لكن بمعنى ان هو خلاص حصل وخلاص، وانا مش هيخليه يوقف حياتي مرة كمان. تاني حاجة، تنظيف العلاقات مش الناس. بصي هقولك سر، كل الستات اللي اتغيرت بجد هم ما قطعوش الناس، هم قطعوا الطاقة اللي كانت بتاكلهم. يعني تعملي حدود صحية وقوية، لكن تكون هادية برضه. فتعملي للناس دي 3 مستويات. اول مستوى، ناس وجودهم نعمة في حياتنا، ودول حددي وقت ليهم، خليهم يقربوا اكتر منك، دول اللي بيدوك طاقة ومش بياخدوها. تاني ناس وجودهم مش مؤذي بس مرهق، دول تقربي وتبعدي بحساب، تدي على قد الطاقة بتاعتك بس.
تالت نوع الناس اللي بيكسروا فيكي، دول مش لازم تزقيهم بره حياتك، لكن لازم تقفلي الباب الداخلي اللي جواكي اللي بيدخل منهم الوجع والأذى بتاعهم. تالت تنظيف انك تنظفي دماغك. اكبر مشكلة للست مش الناس، المشكلة صوتها الداخلي اللي بيعذبها، الصوت اللي دايما بيقول لنا مثلا انتي مش كفاية، انتي غلط، انتي فاشلة، الناس دي مثلا احسن منك، فلانة دي افضل منك في كذا. عايزة اقولك جملة غيرت ستات كتير قوي، انتي مش مكسورة، انتي بس مرهقة ومش ضعيفة، لكن انتي شايلة كتير قوي، ومش فاشلة، انتي كل يوم بتتعلمي. اخر شهر في السنة هو الوقت اللي لازم توقفي فيه الكلام ده وتغيري الجمل تانية، ان انتي بتستحقي الراحة، وانك انسانة مش مكنة، وان انا بتغير واحدة واحدة، وان انا كبرت ونضجت وبتعلم كل يوم، واني مش لازم اعجب كل الناس. الصوت الداخلي بتاعنا لو اتغير حياتنا كلها تتغير. تالت جزء ان انتي تتغيري بجد. اول حاجة تغيري حاجات صغيرة لكن تفضل دايما مستمرة. هقولك حاجة مهمة، التغيير الحقيقي ده ما بيكونش كبير قوي او حاجة صعبة زي ما احنا بنبقى متخيلين. التغيير الحقيقي بيكون في حاجات صغيرة لكن ثابتة. فاحنا ممكن نعمل 4 تغييرات بس نمشي عليهم مبدئيا. اول حاجة 10 دقايق هدوء في اليوم. اقفلي بابك واقعدي مع نفسك، حتى لو ابنك بره، حتى لو البيت مكركب، حتى لو المواعين ما خلصتش، 10 دقايق بس من غير صوت، حريتك انتي. ال10 دقايق دي هتغير مزاجك كله. تاني حاجة شيلي حاجة واحدة بس من حياتك، عادة او علاقة او طريقة كلام، اي حاجة واحدة بس، وهتحس ان الدنيا بقت اخف عليكي. نضفي برضو مساحة صغيرة، درج، شنطة، ركن كان بيضايقك في الشقة ومش عايزة تيجي جنبه عشان خلاص الجزء ده صعب جدا. التنظيف ده ما بيكونش للبيت، ده عقلك بيبقى شايل جزء كده كان عامل له هيدك، اللي هو المكان ده انا عايزة اغيره. واهتم بنفسك بجملة واحدة بس، اعملي حاجة بتحسسك انك انسانة مش روبوت، حتى لو تقعدي تعملي زي ما قلنا كوباية نسكافيه وتقعدي تشربيها في 5 دقايق في هدوء لوحدك. تاني تغيير انك تكوني ست قوية مش ست متحملة. يعني الست القوية مش اللي ما بتعيطش على فكرة، ولا اللي ما بتتكسرش، ولا اللي بتستحمل خلاص، لا، الست القوية هي اللي بتعرف تقول كفاية، هي اللي بتوقف عن الدور اللي بيمتصها، هي اللي بتعرف تحمي نفسها حتى من نفسها هي. الست الهادية دي مش ضعف، الهدوء ده قوة معناها انك فاهمة، وان احتمالك مش معناه استسلام، ده معناه انك انتي نضجتي. وست بتنام وهي راضية. قبل ما السنة تخلص خدي قرار تاني، تنامي وانتي راضية عن نفسك 100%، ان انتي مش كاملة ولا مثالية، لكن انتي راضية ان انتي حاولتي، راضية ان انتي انجزتي حتى لو حاجة صغيرة، انك حتى حاولتي تطلعي النسخة الاحسن منك حتى لو مفيش حد لاحظ. وفي الفيديو ده انا عايزة اقولك ان انتي مش محتاجة اذن من حد عشان تتغيري، ولا محتاجة حد يفضل يقولك كل شوية برافو، ولا محتاجة تصفي حسابات من السنة اللي فاتت. انتي محتاجة تصفي حساب واحد بس، وهو مع نفسك انتي. لو دخلتي السنة الجديدة وانتي فاكرة انك لازم تكوني احسن طول الوقت هتتعبي، لكن لو دخلتيها وانتي عارفة انك انسانة بتكبري وبتغلطي وبتتعلمي وبتقومي، بتقعدي وتقومي تاني، ساعتها هتدخلي السنة الجديدة وانتي انسانة ناضجة مش متغيرة بس. وانا هنا معاكي وهكمل معاكي، وانتي هتستمري، وغلطك ده مش هيوقفك، وضعفك ده برضو مش هيكسرك، وتعبنا ده مش هيعلن النهاية بتاعتنا. آخر شهر في السنة مش آخر، ده أول خطوة لنسخة أقوى وأوعى وأهدى وأجمل منك انتي. وأخيرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الفيديوز الجديدة اللي جاية، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.